ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه مختلفه وجديده وحلوه قوي قوي يا جماعه، ان شاء الله هتعجبكم. من الباذنجان. حضروا المقادير ونشغل مع بعض الفيديو ونشوف مع بعض الوصفه العظمه ديت. يلا بينا. اول حاجه نسمي بسم الله، وبعد ما يتغسل غسله كويسه نبتدي نتخلص من القشر كله عن طريق المقشره. اهم حاجه نحافظ على الزهره اللي فوق. مش عايز اكلمكم على فوائد الباذنجان، هنقعد حلقه كامله مش هنخلص كلام. عباره عن صيدليه متحركه مفيده لجسم الانسان، مفيد لمرضى الضغط والسكر والقلب، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والالياف، بيساعد على تدفق الدم في الشرايين، كمان بيساعد على انقاص الوزن. يعني حاجه ما شاء الله مفيده جدا جدا. قولا واحدا تقومي تحضري المقادير دلوقتي حالا وترجعي تعملي الوصفه معايا. بقطع الباذنجان زي ما شفتوا كده شرايح بالطول، وبعد كده عكس التقطيع اللي انا قطعتها في البدايه، على اساس في الاخر تديني شكل رجول الاخطبوط وتبقى زي الصوابع كده زي ما حضراتكم شايفين. ميه ساقعه بحط عليها شويه ملح وانقع الباذنجان فيه عشان ما يسودش ويأكسد مني، وكمان بعد كده عشان خاطر يشرب من التتبيله الجميله اللي احنا عملناها. وبنبتدي نقلبه في الدقيق كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين، وندخل الدقيق على قد ما نقدر في كل مكان جوه الباذنجان على اساس ان هو يشرب من التتبيله كويس، والصوابع كلها تكون واخده من البهارات واخده من البريدنج اللي احنا هنعمله. نحط بيضتين عليهم ذره من الملح وشويه فلفل اسمر وكمان شويه بابريكا وسنه كمون صغيره وتوم باودر وبصل باودر وشويه حليب. وبكده القبراي او الخلطه العظمه اللي احنا عاملينها هتكون خلصت معايا. ودي في النهايه يا جماعه اللي هتديني طعم حلو قوي للباذنجان. نقلب كده عن طريق الشوكه ونجيب الباذنجان بعد ما اتحط في الدقيق نحطه في الخلطه الجميله ديت، ونتاكد ان كل التتبيله دخلت جوه الباذنجان وفي قلبه، ونقلب مره واتنين لحد ما نتاكد تماما ان هو شرب من التتبيله الجميله اللي احنا عاملينها ديت. وبعد ما نعمل كل الكميه اللي معانا هنخش على اخر خطوه اللي هي البقسماط او الكريسبي. هنجيب بوله او بسيمه كبيره وننزل بالباذنجان وننزل من فوق بالخلطه الجميله اللي هي بتاعه البقسماط والكريسبي، ونحاول نقلب الكلام ده كله كويس، ونمسك بايدينا كده البقسماط وندخله في قلب الباذنجان عشان ما يكونش معايا في الاخر تكتلات او حاجه. خش لي بقى كده يا عم الشيف على مرحله القلي. بنزل على زيت سخن زي ما حضراتكم شايفين وما بقلبش فيه خالص لحد ما احس ان البريدنج او الخلطه اللي احنا عاملينها مسكت في الباذنجان وخد اللون كمان اللي انا عايزه. ببتدي عن طريق الشوكه، لو انا حاسس ان في صباعين ماسكين في بعض او حاجه بوسعهم كده عن طريق الشوكه، وبعد كده نعمل الصوص بتاعنا الجميل ونشوف مع بعض التقديم هيكون عامل ازاي. يلا بينا. هنعمل مع بعض بقى شويه صوص في العظمه. عايز اقول لكم هيخلوا لكم الباذنجان دوت في حته تاني خالص، هيكون طعم كده من ورا العقل بشويه. هجيب بوله او بسيمه وانزل فيها ب3 كوبايات من الزبادي، عليهم معلقتين من البقدونس المفروم، ونقلب الكلام ده كله تقليبه محترمه، وشويه نعناع طازه او دراي اللي متوفر عندي مش هيفرق معايا خالص، اللي موجود ممكن نستخدمه. وانزل بشويه النعناع عليهم شويه عصير من الليمون وملح وفلفل وسنه كمون، وكده الصوص جاهز معايا. عايزين تاكلوه سبايسي مع تباسكو او هريسه شطه او اي صوص سبايسي زي ما انتم حابين، لكن بصراحه الباذنجان مع الزبادي في حته تاني خالص. وكمان هنزينه ونقدمه بطريقه شيك قوي على الطاوله بتاعتنا. هجيب طبق مسطح زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هنزل فيه بشويه من البقدونس المفروم، وارص الباذنجان بتاعي بشكل منظم، وهنزل فيه بشويه من الصوص فوق الباذنجان. دايما نزين الاطباق ونقدمها بطريقه شيك. ورديه طماطم، زهره نعناع، شويه رمان. هنديكم افكار كتير جدا لتزيين الاطباق لو احنا ما بناكلش اكل معين او عندنا اولاد ما بياكلوش اكل معين. الشكل هيخليهم على الاقل يتجرأوا ويمدوا ايديهم ويشوفوا ايه الاخبار، ممكن الطعم يعجبهم وبعد كده يطلبوه منكم. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. اعملوا لنا لايك واعملوا شير للفيديو، ده هيدعمنا قوي ان احنا نكمل ونقدم لكم كل اللي عندنا. ان شاء الله اشوفكم في حلقه او في وصفه جديده. سلام عليكم.